تعال اقول لك على غلطة كلنا بنقع فيها، وهي انك بتشد الفلاش ميموري من الكمبيوتر وهو شغال. دي ممكن تبوظ اليو اس بي بتاع الكمبيوتر، او تبوظ الفلاش ميموري بتاعتك، او تفتقد البيانات اللي انت كنت بتنقلها. الحل الوحيد عشان تبقى في الامان، انزل تحت على اليمين على السهم وتعالى على ايقونة اليو اس بي، اضغط على كليك يمين واعمل ايجكت للفلاشة بتاعتك. ولما تشوف الرسالة ديت معناها ان انت تقدر تسحب الفلاشة بتاعتك وانت في منتهى الامان. ولايك وفولو للصادق تك، وتابع كل فيديوهاتنا التعليمية. تعال اقول لك على غلطة كلنا بنقع فيها، وهي انك بتشد الفلاش ميموري من الكمبيوتر وهو شغال. دي ممكن تبوظ اليو اس بي بتاع الكمبيوتر، او تبوظ الفلاش ميموري بتاعتك، او تفتقد البيانات اللي انت كنت بتنقلها. الحل الوحيد عشان تبقى في الامان، انزل تحت على اليمين على السهم وتعالى على ايقونة اليو اس بي، اضغط على كليك يمين واعمل ايجكت للفلاشة بتاعتك. ولما تشوف الرسالة ديت معناها ان انت تقدر تسحب الفلاشة بتاعتك وانت في منتهى الامان. ولايك وفولو للصادق تك، وتابع كل